من أديس أبيبا بدأت رحلة الفرنسي كريستيان غوركيف، وفيها انتهت سنة ونصف قاد فيها التقني الفرنسي كتيبة الخضر، ومعها عاش نشوة الفوز كما عاش تماما الانتقاد والجحود. كريستيان غوركيف الذي كان دائما قليل الكلام تمسك بمنهج العمل الذي سطره، وتوجه نحو هدف جاء من أجله بالاتفاق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. غوركيف الذي حقق الفوز في أول مباراة له ضد منتخب إثيوبيا شهر سبتمبر 2014 حمل أفكارا جديدة للخضر، أفكار لقت الترحيب من اللاعبين، لكنها على ما يبدو كانت محل انتقاد لاذع من بعض الإعلاميين، أمر أثار قلق التقني الفرنسي وشوش أفكاره. والحقيقة أن المباراتين الوديتين ضد غينيا والسنغال كانتا على ما يبدو المنعرج الذي أفقد التوازن لغوركيف، إلا أن الكثيرين قالوا أنها كانت حملة منظمة ومبرمجة للتخلص من مدرب بات يفرض التفاوض حول بعض التفاصيل المتعلقة بالمنتخب الوطني. وإذا كان الغموض ما زال يكتنف الأسباب التي دفعت بغوركيف إلى الرحيل، إلا أن مؤشرات واضحة كفيلة بتفسير جزء من اللغز. أكيد أن غوركيف بدأ يشعر بالقلق من الحملة التي انطلقت ضده شهر أكتوبر الماضي، ولم تتوقف رغم أن الخضر حققوا ما كان منتظرا منهم في تصفيات كان 2017. ومن جهة أخرى أن المدرب السابق لنادي لوريون ورث حملا ثقيلا من سابقه، ما دام أن البوسني تمكن من تأهيل الخضر إلى الدور الثاني من المونديال، وهو ما جعله عرضة للانتقادات والتجريح كما حدث في ملعب 5 جويلية. لقد كانت نهاية مهمة كريستيان غوركيف مع الخضر محيرة ومثيرة للاستغراب، لأنه قرر الرحيل في ظروف غامضة قد تكشف عنها الأيام في يوم من الأيام. وليس هنالك ما يؤكد لنا أن خليفته لن يلقى نفس المصير، مصير الشائعات والشكوك والتجريح، وهي عوامل لن تصمد أمامها أقوى النتائج. ليبقى الكيل بمكيالين أمر منبوذ وغير معقول تماما.